كلمتين والله من القلب، والله لجماهير الزمالك وجماهير الاهلي واي حد مشجع، يعني كلمتين والله طالعين من القلب. عاوز تحطهم في ودانك من هنا طالعه من يمادي، تحطهم من يمادي تحطهم براحتك. اوعى تصدق لعيب يقول لك انا انتمائي للفريق الفلاني. تمام. كل لعيب زي النادي بيشوف مصلحته. هو النادي لما بيلاقي اللعيب خلاص جاب اخره او هيستفيد منه مش بيبيعه. نفس الكلام الفريق اللعيب لما بيشوف مصلحته فين، او يشوف هياخد فين فلوس او فين بطولات او فايدته فين بيروح. كان زمان موضوع الانتماء ده. ما تصدقش اي لعيب يقول لك ايه، انا بحب الفانيله البيضاء، انا بحب الفانيله الحمراء. دي لجميع الجماهير، والله ده كلام جد. اللي بيقول بقى محمد صلاح، مش محمد صلاح، محمد صلاح إيه، خلاص يعني محمد صلاح هو جدد لليفربول. بس محمد صلاح عقلية غير العقلية. محمد صلاح خلاص فاضل له ايه سنتين، يعني مش هيبقى زي كريستيانو مثلا ولا ميسي. محمد صلاح عالمي وكل حاجة، ومحمد صلاح فخر العرب ومشرفنا وما مرموش هناك بره. بس محمد صلاح لاقي مصلحته، هو اللعيب بيشوف مصلحته فين، زي ما النادي بيشوف مصلحته فين. محدش بقى يربط محمد صلاح باللي حصل في مع زيزو. يعني النهارده جاي طالع اخبار مثلا ان رامي ربيعه خلاص راح بيراميدز. طب ما يروح بيراميدز، ايه المشكله يعني؟ خلاص يروح، خلاص شكرا رامي ربيعه والف سلام. طلع اخبار النهارده برضو بيقولوا ان شيكابالا خلاص مضى للنصر الليبي بمليون دولار في السنه اخر موسم له. طب ما يروح، ده الاسطوره. طب ما يروح، مصلحتك هناك يا ابني روح. عمر اللعيب قصير في الملاعب. فزي ما النادي بيشوف مصلحته فين، الاهلي اللعيب برضو بيشوف مصلحته فين. اهم حاجه عند الجمهور يا جمهور، انت بتشجع لعيب ولا بتشجع كيان؟ لا بتشجع كيان. خلاص اللي يلبس الفانيله بتاعتك ده تشجعه، ده تدعمه. غير كده كلها كلام وشكليات. وما تقولش ان محدش يجي يضحك عليك يقول لك انا بحب مين. عظماء كتير يعني، اللعيبه ليها اسامي ومشيت من النادي ده راحت النادي ده، ومشيت من النادي ده راحت النادي ده. ايه المشكله يعني؟ الكيان هو اللي فاضل، الفريق هو اللي فاضل. سلام.